عمرك سألت نفسك وانت بتسمع أخبار الشرق الأوسط ليه إيران دايما بتبان في مشهد سياسي ومذهبي مختلف عن كل اللي حواليها؟ ليه بنشوفها كأنها كيان منفرد بتركيبة معقدة؟ وإزاي البلد دي اللي كانت مهد لإمبراطوريات عظيمة في التاريخ القديم تحولت للجمهورية اللي احنا بنشوفها النهاردة؟ وإيه الحكاية ورا التغيير الجذري ده؟ الحقيقة الإجابة مش في نشرات الأخبار بس، الإجابة مستخبية في طيات التاريخ. في الحلقة دي احنا مش بس بنستعرض أحداث، احنا بنحلل تطور الدولة في إيران. رحلتنا طويلة بس ممتعة، وخلينا نبدأها من أول سطر في كتاب الحضارة الإيرانية الحديثة في قناة سطر حضارة، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. الحكاية بتبدأ في بداية القرن الستاشر، وتحديدا سنة 1501، في وقت كان العالم فيه بمر بمرحلة انتقالية كبرى. في اللحظة دي ظهر شاب عنده 14 سنة بس، اسمه إسماعيل الصفوي، وهو حفيد لزعماء الطريقة الصفوية. والطريقة دي كانت في بدايتها حركة صفوية سنية نشأت في مدينة أردبيل اللي موجودة النهاردة في شمال غرب إيران. وكلمة صفوية جاية من اسم جده الأكبر، صفي الدين الأردبيلي، اللي أسس الطريقة دي في القرن ال13 كحركة دينية روحية. لكن مع الوقت والأسباب سياسية وتنظيمية بحتة، عشان الحركة دي تقدر تواجه خصومها وتتميز عن المحيط السني اللي بتمثله الدولة العثمانية، بدأت الطريقة دي تتحول تدريجيا وتكتسب صبغة شيعية. إسماعيل الصفوي ما كانش مجرد زعيم روحي، ده قدر بذكاء وقوة يجمع حواليه جيش مرعب من قبائل التركمان المحاربة اللي اتعرفوا باسم القزلباش، ومعناهم بالتركي الرؤوس الحمراء، وسموهم كده لأنهم كانوا بيلبسوا طواقي حمراء مميزة فيها 12 طية أو تانية، وكل تانية كانت بتمثل واحد من الأئمة الاثنى عشر. وده كان إعلان صريح لولائهم للمذهب الشيعي الاثنى عشر. بجيش القزلباش ده دخل إسماعيل مدينة تبريز، وفي المسجد الجامع هناك أعلن نفسه شاه. وكلمة شاه هي لقب فارسي قديم معناه الملك أو الحاكم المطلق، واختياره للقب ده كان مقصود عشان يحيي هيبة الملوك الأكاسرة القدام. في الوقت ده ما كانش فيه دولة موحدة بالمعنى السياسي الحديث اسمها إيران. المنطقة كانت عبارة عن أقاليم مقسمة مفككة بين تركمان خراسان وغيرهم تحت اسم عام هو بلاد فارس. إسماعيل هو اللي وحد الأقاليم دي كلها تحت حكم مركزي واحد لأول مرة بعد قرون من الضياع، وسماها الدولة الصفوية. وبمجرد ما استقرت أموره قرر يغير هوية المنطقة بالكامل، فرض المذهب الشيعي الاثنى عشر كمذهب رسمي وحيد للدولة بالحديد والنار، وده رغم إن أغلب سكان المنطقة وقتها كانوا سنيين. والهدف هنا كان خلق هوية قومية تانية خالص تفصل شعبه عن الدولة العثمانية في الغرب والأوزبك السنيين في الشرق. القرار ده كان زلزال حقيقي، خلق فجوة مذهبية لسه أثرها موجودة لحد النهاردة، وأدى لمعارك طاحنة زي معركة جالدريان سنة 1514 ضد السلطان العثماني سليم الأول. ورغم إن العثمانيين انتصروا ودخلوا تبريز، إلا إنهم انسحبوا بعدها، وفضلت الدولة الصفوية صامدة وفكرة التشييع السياسي ثابتة في الأرض. استمر الصفويين في الحكم لحد بداية القرن ال18 لما بدأت الدولة تضعف، لحد ما انتهت الدولة تماما قدام غزو قبائل الأفغان سنة 1722. بعد السقوط ده دخلت البلاد في دوامة فوضى وصراعات بين عائلات عسكرية تموت. ظهرت أولا الأسرة الأفاشرية بقيادة نادر شاه، وهو قائد عسكري جبار من قبائل تركمانية لقب بنابليون الشرق بسبب توسعاته. وبعده ظهرت الأسرة الزندية بقيادة كريم خان زند، ودي أسرة من أصول لورية، وهم سكان محليين من منطقة لورستان بوسط وغرب إيران الحالية. وفضلت الصراعات دي شغالة لحد ما سيطرت الأسرة القجرية، وهم قبائل من أصول تركمانية برضو، في أواخر القرن ال18 وتحديدا سنة 1796. في عهد القجريين إيران كانت في أضعف حالتها، والبلد اتحولت لساحة خلفية أو رقعة شطرنج في صراع القوى العظمى وقتها، وتحديدا بريطانيا وروسيا القيصرية. روسيا كانت عايزة تسيطر على الشمال عشان توصل للمياه الدافئة، وبريطانيا كانت عايزة تسيطر على الجنوب عشان تحمي طريق تجارتها للهند وتضمن السيطرة على الخليج العربي. وبسبب ضعف الشاهات القجريين وغياب أي نوع من التحديث، ضاعت مساحات ضخمة من أراضي الدولة لصالح الروس والبريطانيين، والبلد بقت غرقانة في الديون والامتيازات الأجنبية لحد بدايات القرن العشرين.
مع بداية القرن العشرين وبعد فوضى الحرب العالمية الأولى، ظهر ضابط قومي متمرد في فرق القوقاز الإيرانية اسمه رضا خان. بريطانيا شافت فيه الرجل القوي اللي يقدر يحفظ مصالحها ويمنع تمدد الفكر الشيوعي السوفيتي اللي بدأ يظهر في الشمال، فساعدته يوصل للسلطة. وفي سنة 1925 قدر رضا خان يعزل آخر ملوك الأسرة القجرية الضعيفة أحمد شاه، وأعلن نفسه شاه جديد وأسس الأسرة البهلوية، واختار اسم بهلوي نسبة للغة الفهلوية، اللغة الفارسية القديمة قبل الإسلام، عشان يبعت رسالة إنه جاي يحيي أمجاد الإمبراطورية الفارسية القديمة بعيدا عن الصبغة الدينية. رضا شاه كان مبهور جدا بنموذج مصطفى كمال أتاتورك في تركيا اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو تاريخ الدولة العثمانية، فقرر ينفذ تحديث قسري وبالإجبار. بنى سكة حديد وأسس جامعة طهران وغير التقويم الهجري القمري اللي بيستخدمه المسلمين بالتقويم الهجري الشمسي، وده تقويم سنته بتبدأ في يوم النوروز عيد الربيع الفارسي القديم وبأسماء شهور فارسية قديمة عشان يربط الناس بتاريخهم القومي قبل الدين. وفي سنة 1935 أصدر قرار رسمي للعالم بأن اسم الدولة هو إيران بدل من فارس، عشان كلمة إيران تعني أرض الآريين، وبكده يضم كل العرقيات اللي في البلد تحت راية العرق الآري الواحد. لما قامت الحرب العالمية الثانية، رضا شاه حاول يلعب لعبة التوازن وأظهر تعاطفه مع ألمانيا، مش حبا في هتلر، بس لأنه كان بيعتبر ألمانيا طرف ثالث يقدر يخلصه من نفوذ بريطانيا والاتحاد السوفيتي اللي خانقينه. بريطانيا اعتبرت ده خيانة، والاتحاد السوفيتي خاف على إمدادات النفط، فقاموا في 1941 باحتلال إيران عسكريا وعزلوا رضا شاه ونفوه لجنوب أفريقيا، وحطوا مكانه ابنه الشاب محمد رضا بهلوي كحاكم سوري في البداية تحت إشرافهم عشان يضمنوا ولاء الدولة ليهم طول فترة الحرب. محمد رضا بهلوي الشاه الأخير كمل مسيرة أبوه بس بذكاء أكتر وشراكة كاملة مع أمريكا، ففي الستينات أطلق برنامجه الشهير الثورة البيضاء، وسماها بيضاء لأنها كانت إصلاحات اجتماعية واقتصادية من فوق لتحت بدون انقلاب دموي. وزع فيها الأراضي على الفلاحين وأعطى المرأة حق الانتخاب، وحاول يخلي إيران دولة علمانية وقوية جدا عسكريا. لكن الحقيقة إن الثروة والرفاهية كانت محصورة في طبقة معينة، والشاه كان بيعيش في قصور أسطورية وصرف ملايين الدولارات في حفل ذكرى 2500 سنة على تأسيس دولة فارس، في وقت كان فيه قمع سياسي رهيب عن طريق جهاز السافاك، هو جهاز مخابرات اللي تأسس سنة 1957 بمساعدة CIA، واللي كان بيطارد ويعذب أي معارض. وفي وسط الغليان ده ظهر صوت رجل الدين روح الله الخميني في الستينات، اللي بدأ يهاجم الشاه بعنف بسبب تبعيته لأمريكا واعترافه بإسرائيل وكسره للتقاليد الدينية. الخميني اتنفى الأول لتركيا وبعدها للعراق في مدينة النجف، وانتهى بيه المطاف في فرنسا، ومن هناك كان بيبعت رسائل وخطب مسجلة على شرايط كاسيت بتدخل إيران بالسر، كان هدفه منها تحريض الشعب على الثورة الإسلامية وإسقاط الشاه لإقامة حكم ديني خالص. بحلول سنة 1978 الشارع الإيراني انفجر في مظاهرات مليونية جمعت بين الإسلاميين واليساريين والطلبة. وفي يناير 1979 اضطر الشاه يهرب من إيران للأبد بعد ما أمريكا رفعت إيدها عنه. وفي فبراير رجع الخميني في استقبال شعبي تاريخي، وبعدها في إبريل سنة 1979 اتعمل استفتاء شعبي، كان سؤال واحد وبسيط: هل تريد جمهورية إسلامية أم لا؟ وبناء عليه أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. النظام الجديد قام على نظرية وضعها الخميني اسمها ولاية الفقيه، ودي معناها إن الفقيه الديني هو اللي بيدير شؤون الدولة نيابة عن الإمام الغائب، وبكده بقى المرشد الأعلى هو الحاكم الفعلي اللي فوق الرئيس وفوق أي محاسبة شعبية. الدولة الجديدة دخلت في أزمات فورية، بدأت بأزمة الرهائن الأمريكيين سنة 1979 اللي قطعت علاقتهم بالعالم الغربي، وبعدها دخلت في حرب مدمرة مع العراق استمرت من سنة 1980 لحد سنة 1988، والخميني استغل الحرب دي عشان يقضي على المعارضة الداخلية ويوحد الناس ورا النظام. ومن وسط الحرب دي برزت قوة الحرس الثوري، وهو جيش عقائدي تأسس لحماية النظام من أي انقلاب عسكري، ومع الوقت الحرس ده بقى إمبراطورية اقتصادية بتتحكم في أغلب شركات البلد ومشاريعها. بعد وفاة الخميني سنة 1989 انتقلت السلطة لعلي خمائني اللي استمر في قيادة الدولة لعقود بنفس النهج،
لكن الفترة الأخيرة شهدت تحولات درامية كبيرة، فالنظام اللي اتبنى على فكرة المقاومة والاعتماد على الذات اصطدم بواقع اقتصادي مرير ومشاكل هيكلية خلت البلد رغم غناها الضخم بالنفط والغاز تعاني من تضخم كاسر وانهيار تاريخي في قيمة العملة اللي هي الريال. السبب في ده كله مش بس الإدارة الداخلية، لكن كمان العقوبات الدولية القاسية اللي بدأت بسبب البرنامج النووي. والبرنامج ده كان حلم قديم بدأ فعليا في عهد الشاه محمد رضا بهلوي في السبعينات كطاقة سلمية، لكنه تحول في عهد الجمهورية لنشاط أثار قلق العالم وفتح الباب لحصار اقتصادي خنق حياة المواطن العادي. فالوضع ده خلق فجوة رهيبة وموجات احتجاج متكررة من جيل شباب جديد مش شاغل باله بشعارات الثورة القديمة، هو بس عايز تغيير حقيقي يضمن ليه حياة كريمة وانفتاح على العالم. وفي النهاية لازم نفهم إن تاريخ إيران مش مجرد حكايات عن ملوك وثورات، ده تاريخ عن معركة مستمرة في الهوية والوعي، من أول إسماعيل الصفوي اللي فرض المذهب الشيعي عشان يصنع دولة، لرضا شاه اللي فرض العلمانية عشان يبني دولة حديثة، لحد الخميني اللي فرض ولاية الفقيه عشان يبني جمهورية دينية. كل واحد من دول كان بيحاول يشكل عقل الشعب الإيراني على مزاجه ولمصلحة نظامه. لكن الحقيقة اللي احنا بنشوفها في سطر حضارة هي إن الوعي الشعبي ما كانش دايما بيتشكل بسهولة زي ما الحكام عايزين، وإن الشعوب دايما بيفضل فيها جزء حر ما بيقبلش القوالب الجاهزة مهما كانت قوة الدعاية أو الضغط. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.